الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغالي بفروض وسنن. شكرته لأنه قد ساقني لوطن به نفى ما عقني، وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بالتخلي، وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم. ثم الصلاة بالسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا، على الذي من بمرامي اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى. هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فصان دينه، وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع، وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم. هذا وإني اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب، وإنني يا بر يا كريم داعي وعن شكرك لا أريم. منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين، فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك، مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك. ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد شرواك، فجدت لي اليوم بخير منني وقدتني إلى اقتفاء السنن. من بعد ما كان امتداه الناس يدخلني في شرك الخناس، وكدت للأملاح والإقراء أزهد في التأليف والإقراء، وفي التعلم وفي التعليم، وفي اشتغال بهدى المعلوم. فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل، وببنيه وبناته معا ليشفعوا في سريعا أجمعا. يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم، يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول. يا مالكي يا خالق الأنام أمد هواي قللا منامي، يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة الآفات، وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي. منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركون، وأن أطيعك بنهج المصطفى سنته البيضاء يا من اصطفى. يا غافر الذنوب يا غريب إني عبيد هاهنا غريب، لهب ذاك ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع. هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة، هب لي خير القسم في المقاسم ولذوي الدين بجاه القاسم، وليكشف الليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيم، وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب، وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر، ورقني ترقية خفية بملكه رقية الصفية، وقي أذاي أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا، وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة، وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاطمة. صل على أبيهم والآل وصحبه ولستجب سؤالي، وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وقرر، ونجني ربي وأهل داري هنا وفي غد من الأكلار.